اذا باتنا مراد باتنا كينفذ الخطا، كتلعب مباشره. هدف جميل لمراد باتنا، 1-0 للفتح الرباطي. تكون بشكل اخر نتابع يعني من زاويه اخرى، يعني هدف جميل يمكن نعتبره واحد من افضل الاهداف اللي يمكن يتسجلوا خلال هذا الدور. مراد باتنا قلت بانه يعني الحل ما يمكن يجي الا من ديال المدافع اسحاق موليمي. تابعوا الزاويه مره اخرى من الجهه اليمنى لمرمى الحارس سيبواطو، كتلعب راسيه. الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني لفائده فريق الفتح الرباطي، والموقع هو السنغالي عثمان داو. الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 34. تابعوا الزاويه تنفذت اللي كانت تسديده ديال اللاعب الكامبي نجي يوسف، كان تدخل ديال المدافع ميسي كاتوندي. الكره يعني نزلت امام السنغالي عثمان داو. كره في الجهه اليسرى، نايري، محمد النايري في وسط الميدان عند مروان سعدان. سديده ديال مروان سعدان، سديده قويه، تدخل على دائما جميله، وهدف ثالث للفتح الرباطي. الموقع عبد السلام بن جلون، واكيد غادي يكون ارتياح ديال وليد الكراكي. لاحظوا التسديده قويه، وعبد السلام بن جلون ما كانش في وضعيه ديال التسلل. مروان سعدان يسدد بقوه، الكره اللي ضربت في ارضيه الملعب. واكيد كره لما افريقيه. نحن الان نتحدث حول لاعبين يمارسون الان بالدوريات المحليه، ولكن اكيد اللاعب الافريقي اللي ثبت المكان ديالو وثبت الجداره ديالو على مستوى الانديه الاوروبيه. تابعوا هذه المحاوله لفائده فريق الفتح الرباطي، محاوله جميله، والهدف، الهدف الرابع لفائده فريق الفتح الرباطي. المهدي الباسل بعد الاصابه اللي ابعدته عن الميادين. لاحظوا العمل الكبير اللي قام به المهدي الباسل، يمكن فيها تمريره، فيها تسديده مباشره للمرمى، ولكن اكيد لاحظوا الطريقه ان هناك دفء ديال الجماهير. مراد باتنا وراء الكره، ثلاثه ديال اللاعبين هما اللي كيشكلوا الحائط ديال الصد. مراد باتنا كيلعب الكره، هناك تسديده، هدف، الهدف الخامس لفائده فريق الفتح الرباطي، والموقع والمسجل هو مروان سعدان. 69 كنتابعوا اكيد الدهاء والذكاء ديال مراد باتنا. مروان سعدان بتسديده قويه كيوضع الكره في شباك الحارس نيكولا سيبواطو، اكيد اللي كان وراء كذلك التسديده اللي كانت قويه واللي استثمرها. وصل الكره للمهدي الباسل او لاعب مصطفى كوندي كيرفع كره جميله، الهدف، هدف سادس لفائده الفتح الرباطي، والموقع يوسف القناوي لفائده فريق الفتح الرباطي. هنا كنتابعوا اكيد التمريره الجميله، ما كاينش هناك تسلل بتاتا ليوسف القناوي. لاحظوا مصطفى كوندي، اكيد هادو جوج لاعبين اللي دخلوا خلال الجوله الثانيه. نتمنوا بانه الانديه كذلك المشاركه في الكؤوس الافريقيه انها لا نتابع محاوله جميله، هدف جميل لمحمد فوزير. 7 ديال الاهداف، يعني لاحظوا يعني الاختراق الجميل ديال محمد فوزير اللي تمكن انه يلقى نفسه وجها لوجه مع الحارس سيبواطو، وبالتالي كيوضع الكره يعني في المرمى وفي الشباك.